تونس، بينما ينشغل الرئيس قيس سعيد بملاحقة معارضيه وزجهم في غياهب السجون، تتكشف اليوم فضيحة من العيار الثقيل، تكشف عن مخطط خبيث يهدد هوية تونس ووحدتها. فما كان يظن مجرد مسيرة دينية لنساء تونسيات إلى كربلاء ليس إلا غيض من فيض تغلغل إيراني ممنهج يجد غطاءه وغذاءه في قلب السلطة التونسية. الخطر يكمن في التفاصيل. جمعية أهل البيت الشيعية في تونس يترأسها المدعو أحمد سلمان، ونائبه ليس سوى نوفل سعيد شقيق الرئيس ذاته. هل هي صدفة أم تواطؤ مريب يهدف إلى تسليم تونس على طبق من ذهب لأجندات خارجية؟ الاجتماعات التي يحضرها سفير إيران شخصيا في تونس ليست بريئة، وإعلان شبكة شيعة تونس الإعلامية عن افتتاح مزار قابس الشيعي و6 جوامع جديدة احتفالا بمولد الإمام الحسين يكشف عن توسع غير مسبوق للمد الشيعي، يضرب في عمق المجتمع التونسي. الأخطر من ذلك هو ما يكشف اليوم عن 16 اتفاقية سرية غير معلنة بين إيران ونظام قيس سعيد بوساطة من شقيقه نوفل، من منجم سروتان الاستراتيجي لليورانيوم في الكاف إلى تهيئة ميناء رادس وتوسعته، وصولا إلى تأسيس جوامع شيعية في 10 ولايات تونسية بقيمة 400 مليار دينار كدفعة أولى. هذه الأموال سلمت أثناء زيارة الوفد البرلماني الإيراني الأخير برئاسة عزيزي رئيس الأمن القومي للحرس الثوري، في خطوة تؤكد أن تونس تستباح وتستغل كبوابة للتوسع الإيراني في شمال إفريقيا. بينما يلاحق قيس سعيد كل صوت معارض ويمارس القمع باسم حماية الأمن، هو في الحقيقة يفتح الأبواب على مصراعيها لنفوذ أجنبي يهدد وحدة تونس وهويتها. هذا ليس مجرد تشيع للأفراد، بل هو مشروع سياسي متكامل يدار من قلب السلطة، ويقدم تونس كساحة لتصفية حسابات إقليمية لا ناقة لها فيها ولا جمل. أيها التونسيون، هل تدركون حجم المؤامرة التي تحاك ضدكم؟ هل تقبلون بأن تسلم بلادكم قطعة قطعة في صفقات سرية لا يعلم عنها الشعب شيئا، تحت حكم يدعي السيادة، بينما هو في الحقيقة يفرط في هوية الوطن ويسلم مستقبله لأجندات خارجية؟ إن الصمت اليوم هو ثمن باهظ قد يدفع غدا.